يا جماعة الحلوين، كامي المدمن قاعدين يتنشق سيجارة ويستمتع باللحظة، وفجأة فريق خاص يكسر الباب ويطلع قدامه، بس مش عشان يمسكوه، لا، عشان يطلبوا مساعدته. طلبوا منه حاجة واحدة: يرفع المسدس، يوجهه عليهم، وبعدين ينزله ببطء. كامي كان مستغرب بس طاع، وفجأة يسمع: شكرا لتعاونك. السبب؟ لعب مع واحد ما كان لازم يلعب معاه، رئيس العصابات المدفون ميت في المدينة دي اللي مساحتها بس 16 كيلو مربع، في 7 سجون ميت، اللي مسيطر على الشرع والعصابات. هو الزعيم اللي ما فيش حد ينافسه، هو وأخوه مايك، اللي لهم كلمة في كل السجون دي. هم الرابط اللي بيوازن القوى. شركائهم مش بس زعماء العصابات، كمان مسؤولين كبار في الحكومة، نفوذهم كبير لدرجة حتى العمدة الحقيقي بيناديه الكبير. تتوقعوا مين بيتكلم؟ ميت. والنهارده حبيبة واحد من الزعماء جت له، قالت له إنه زوجها قبل ما يدخل السجن خبى مبلغ كبير في جبل مهجور بالشمال. جت تطلب مساعدته يسترجع الفلوس، وبعدها طلعت خريطة بمكان الكنز الممنوع، ووعدته ب2000 دولار مكافأة لو نجحوا شغل بسيط وأجر عالي. ميت طبعا وافق على طول، بس ما كانش يعرف إنه راح يدفع ثمن غالي. في الليل أخو ميت والثالث كاي طلعوا الجبل سرا علشان يحفروا الفلوس. رجعوا على المكتب وقفلوا الكنز في خزنة كبيرة. كل شيء كان تمام، المهمة خلصت. بس فجأة مية تستقبل مكالمة مستعجلة، قال فيها إن في مشكلة. الست اللي أعطتهم المهمة طلعت المكتب وتعرضت لملاحقة من واحد صغير جرئ. في الليل الراجل دخل بيتها سرا. حبيبة الزعيم ما استسلمتش، شالت السلاح وواجهته، بس ما توقعش إن طلقة واحدة تخطئ، وفجأة اتضربت ضربتين من ذراع البندقية وغابت عن الوعي. بعد المهمة الرجل المدمن قلب البيت يدور على شيء، وفجأة خريطة في جيبها غيرت كل شيء. الراجل اللي كان عايز شوية فلوس صغيرة لقى نفسه قدام كنز كبير. تذكر لما سكرتير ميت طلع ينسخ الخريطة بالنهار، عرف إنه 200 ألف دولار في يد ميت الصبح بدري. راح ينتظر في مكتب العمدة، ووقع ميت في شباكه. سأله فين الفلوس؟ أكيد في الخزنة. ميت ما حبش يخاطر بحياته عشان الفلوس، ففتح الخزنة بسهولة. كلنا توقعنا إنه المدمن ياخد الفلوس ويروح، بس لا، في اللحظة اللي بعدها ضرب ميت بالرصاصة وقتله. يا إلهي والله خرافي. يلا نشوف إيش راح يصير بعد هالصدمة. يا شباب، بسرعة البرق أخو مايك استلم خبر موت أخوه وصدم قدام الجثة الباردة. نار الغضب ولعت جواه، عايز ينتقم لأخوه وما راح يدي فرصة للجاني أبدا. قدام المحكمة صحاب مايك من الشرطة أثبتوا إنهم مش ناس عاديين. في المساء حددوا مكان الجاني، ولما كانوا مستعدين يتحركوا بكل أسلحتهم ما استلم الخبر وجري على طول. كان قلبه مولع نار، ما يقدر يصبر، عايز يقتل الجاني اللي قتل أخوه فورا. قال: لو دخل السجن ما راح أقدر ألمسه، فاهم؟ إحنا ما نتعاملش مع المافيا. الولد الوغد ده راح يقعد في السجن طول عمره ومبسوط وفخور. بس من ناحية التعامل مع الجريمة بشكل قانوني، صحاب مايك في الشرطة عندهم خبرة أكتر، وهم أكدوا له بكل ثقة. قالوا لمايك: لا تقلق يا برو، أنا عايش على الشغل ده يا صاحبي. وخدعهم، اشتغل على طول، وفي ثواني خلصوا على كامي بسرعة رهيبة. الآن العمدة السري مات مايك كأخو، ورث منصب أخوه وأصبح هو السيد الجديد للمدينة. لكن التحديات الحقيقية لسه ما بدأت. في المساء مايك دخل حانة عشان ينسى همومه. واحد من رجاله الجهلة جه وقال له: لو ما دفعتش الفلوس راح تتورط. طلع الرجل ده تابع لميلو، صاحب الفلوس الغير شرعية. لما عرف انه العمدة السري مايك اتقتل راح مطالب اخوه بالفلوس، بس مقارنة بميد اللي بيتصرف بهدوء، مايك مزاجه نار ومش سهل تلعب معاه. قال: مايك منطقته محرمة، انتم عارفين كل اللي اخوي عطاكم أقدر أخذه في يوم، لا تجي تهددني أبدا. بس هل الموضوع بسيط كده؟ بسرعة الرجل ده راح بلغ الزعيم بتاعه لما عرف إنه مش بس خسر فلوس، لكن رجاله اتضربوا على يد مايك. الزعيم اتعصب نار وطلب قوات من نيويورك عشان تعطي درس للعمدة الجديد. لكن مشكلة مايك ما كانتش بس كده، لأن عصابة السود في السجن عملت مشكلة جديدة. شرطي أسود كان رايح يقفل الباب، لكن واحد مدمن أسود وقف وما خلاش المكان. قال له: أنت أرسلت لعصابتي 500 دولار كل دقيقة يا تخدمني يا أشتكيك، وأنت موقوف. طلع المدمن ده عارف نقطة الضعف الشرطي الأسود، وبدأ يتبجح ويطلب منه يشتغل معه. بس هل الشرطي استسلم؟ لا يا عم. بعد ما ضرب المتعاطي ضربه جامد، رمى العصا بتاعته وركض وضرب رأسه في الحيطة. في الطابق الأسفل شرطي في الغرفة 11 اتهاجم، لكنه عارف إنه لازم يكمل التمثيل. قال لنفسه: ما فيش كلام. نزل على المدمن رقم 4. لما باقي الشرطة وصلوا وشافوا المشهد كلهم انفجروا غضب. مسكوا العصا الطويلة السوداء وضربوا المدمن ضرب موت المدمن. اتعور جامد، بس الموضوع ما خلصش هنا، لأن نقطة ضعف شرطة السجن
كانت في يد عصابة السود والعمدة السري اللي كان عامل اتفاق مع زعيم العصابة. الاتفاق إن السجن يهتم بالعصابة بصمت، وبالمقابل العصابة تساعد السجن في حل المشاكل الصعبة. بس اللي صار النهاردة خرب العلاقة دي تماما، والموضوع بسرعة وصل لأذن ماك. عشان ياخد المبادرة، ماك قرر ينظم الأمور في السجن. أمر الشرطة تفصل أعضاء عصابة السود عشان تضعف قوتهم، وكمان حرض العصابات التانية تضرب العصابة السوداء اللي مش راضية تستسلم. وبكده راح يظهر زعيم جديد، والعصابة السوداء راح تخسر السيطرة على السجن. كل شوية يذكرهم إنهم مجرد مجرمين مكروهين. بس هل العصابة السوداء رضيت؟ طبعا لا. لما ماك رفع السماعة، غضب الزعيم كان كالصاعقة. شاطر يا رجل، أنت خائن، فكرت تهدد مكاني؟ استنى، أنا جاي. غضب ماك اشتعل، فتح الخزنة، أخذ أسلحة وضغط البنزين صوب منطقة العصابة السوداء. الزعيم كان مبسوط بالبداية، بس لما شاف كويس حس إن في حاجة غلط. الزعيم اتصدم، ولسه ما بدأ يسب قذف ماك قنبلة يدوية. بعدين ماك ما استنى، حط المسدس على راس الزعيم، قال له أنت مجنون، أنا بس عايز أكلمك، فهمت شغلي؟ شاف الزعيم جدية ماك، استسلم وسلم دلائل تهديد الشرطة عشان يبين إنه عايز يصالح ماك. اتصل بالسجن وقال ما فيش مشكلة، رجعوا الولاد لمكانهم، شكرا. أزمة الشرطة والمجرمين اتحلت بسهولة. بس ماك ما كانش متوقع إنه العصابات دي راح تزعجه طول الوقت. والقصة كلها بدأت من الولد الصغير ده. أول ما الولد برمش بعينيه الطاهرة ورجع وجهه، الأحداث راح تبقى أكثر إثارة. صوت انفجار مدمر كسر هدوء المدينة. لما وصلت سيارات الشرطة والإطفاء، البيت تحول كومة خراب. كاي لقى لسه في نار، فطلب الإسعاف يطفيها بسرعة. لكن لما النار طفت، الغضب اشتعل بشدة في قلوب الناس. اللعنة، مش معقول، لقى جثة ولد صغير محروق. والجريمة تحولت لقضية قتل أطفال خطيرة جدا. يا جماعة الحلوين، القصة كلها بدأت من الولد الصغير ده. أول ما شافوه وهو يرمش بعينيه البريئة ويرجع ورا، الأمور صارت مشوقة أكتر بكتير. فجأة صوت انفجار مزعج كسر هدوء المدينة. لما وصلت سيارات الشرطة والإسعاف، البيت بقى ركام كله في اللحظة دي. كاي شاف شرارة نار صغيرة وركض بسرعة يبلغ رجال الإطفاء يطفئوا النار. لكن لما النار انطفت، الغضب في قلوب الناس اشتعل نار بجد رهيب، مش معقول. كانت جثة ولد صغير اتحرق، وموضوع الحريق المتعمد اتطور لجريمة قتل طفل بشعة. رئيس الشرطة زعل جدا وأمر يا شباب، دي جريمة قتل بالإعدام، مش عايز الوحش ده يشوف الشمس حتى يوم واحد. بسرعة الشرطة اكتشفت إنه صاحب البيت اسمه كيني، مجرم جديد. كيني خرج من السجن بعد 5 سنين ولسه طالع، ومراته السابقة وطفله عندهم حادث. والأهم، أبو الولد مش كيني. الكل اعتقد إن الموضوع له علاقة بيه، بس مشاكل الكبار بتأثر على الأطفال. النوع ده من القسوة، حتى لو العم مش قادر يسامح، الولد مش هيقدر. حتى شرطة مش بتتدخل في عالم الجريمة. طالبت مايك ينظم الموضوع ويخلص عليه في السجن. الأفضل إن الوحش ده ما يشوفش المحكمة أبدا. بس الموضوع مش سهل، لازم يتفاوضوا مع عصابتين كبار في السجن ويدفعوا رشاوى لكل اللي يعرفوا القصة. والأهم، لما تبدأ تفاوض مع مجرم، هو دايما ماسك ورقة ضغط. مش بس العصابتين دول، كمان لازم يرشوا كل اللي عنده علم. والأهم، بمجرد ما يبدأوا يتعاملوا مع المجرمين، الطرف التاني هيبقى ماسكهم من نقطة ضعفهم. كل مرة البوليس يمسك حد، سواء مجرم أو عضو عصابة، المجرمين دول مش هيسيبوا الموضوع يمر، هيحكوا لأي حد بيتعاون معاهم. بس البوليس الشرفاء مصممين مهما حصل لازم يخلصوا على الحثالة اللي قتلوا أولاد. ما فيش حل تاني. مايك اضطر يروح لزعيم عصابة البيض وعصابة السود يطلب منهم ينظموا أمر إخواتهم جوا السجن. لما السوق السوداء وشرطة المدينة بيكونوا ليهم دين كبير، العصابات دي ما تقدرش تترك الفرصة دي تفوت. حنعملها، هات لنا الواد ده، حنضربه لدرجة ما يعيشش فيها. وفي نفس الوقت أصحاب مايك في قسم الشرطة مش قاعدين ساكتين عشان يمسكوا القاتل بسرعة. ضربوا بقوة على مخبأ العصابة اللي بيخبوا فيه كيني. كانوا فاكرين الفقر ده ما يقدرش يهرب من هنا، بس بعد ما قتلوا كل تجار المخدرات في المخبأ، كيني ما ظهرش. وكمان بسبب مقاومة تجار المخدرات الشرسة، زميل في الشرطة اتصاب ومات. لكن ما حدش كان متوقع إن الراجل اللي تعبوا عليه كتير في نفس الليلة يظهر قدام مايك بنفسه. قال إنه مش عارف يعمل إيه وعايز مساعدة مايك. لكن أول ما بدأ كلامه قال عايز أضغط على رقبك بالعصاية دي، لأني أصلا مش عايز أتعامل معاك يا حثالة. بس مايك اداله فرصة يشرح. اتضح إن الانفجار اللي حصل كان حادث، والسبب شمعة دخان سقطت بالغلط قبل ما يخرج، وده سبب الحريق والكارثة. بس دلوقتي الكلام فاته، لأن العصابتين الكبار عايزين يردوا الجميل لمايك. لو كيني دخل السجن خلال 5 دقايق بس، هيتعاقب. لما فكر مايك كويس، عرف إن كيني ما كانش ناوي يقتل، فده نصيحة منه. تعال للاستسلام في القسم، هيسجلوك في الملف. يا شباب، لما كيني يدخل السجن
خلال 5 دقايق هيتصرفوا معاه. بس بما إنه ما قتلش عن عمد، مايك فكر وعطاه نصيحة برو: روح استسلم في الشرطة، هم هيدخلوك في السجلات. بالطريقة دي الشرطة هتحميك في السجن قبل المحاكمة، هتعيش في أمان. بس أول ما كيني دخل مركز الشرطة، الضباط اللي بيكرهوه بجد قاموا قبضوا عليه فورا. لما شافوا القاتل ما فكروا مرتين وحطوه في السجن، مش عايزين يديه فرصة يعيش. حتى ماي ما كانش متوقع النهاية دي. والحين كيني في السجن، لما شافوا الهدف اللي الكابتن طلبه، السجن قام بحالة هستيرية عنف. تلاميذ العصابتين الكبريين تنافسوا عشان يساعدوا زعيمهم وياخدوا الهدية دي. لما الزعيم الأسود ضرب الضربة الأخيرة، كيني كان خلاص رايح عند ربه. ومن اليوم ده مشاكل مايك بدأت تتكدس. زعيم العصابة السوداء هو أول واحد جوه يطلب مساعدة مايك عشان يضبط الأمور جوه. رجاله جوه عايزين شوية مخدرات. على أساس إيه؟ على أساس إني ساعدتك تقتل الوغد ده. عارف إن ده مش ممكن، بس ليك عندي حق. الحاجة اللي مايك كان قلقان منها حصلت أخيرا. هو قدر ينصح الزعيم إنه يكون معقول، وقال لهم إنهم هيدوا للرجال شوية مكافآت، بس يختاروا هم نوع المكافآت. والحمد لله زعيم العصابة السود عنده علاقة كويسة مع مايك وما ضايقوش كتير ومشى. بس زعيم العصابة البيضاء من الجانب التاني ما كانش سهل يتفاوض معاه. لما مايك رد على التليفون، الطرف التاني ما كانش مهذب وأمره على طول: تعال قابلني فورا. ايه الكلام ده؟ انا مش بطلب، ده بقول لك تعمل ايه. استنى جاي على طول. غضب مايك فورا انفجر وداس البنزين ورحل بسرعة على منطقة العصابة البيضاء. الزعيم فينك في المكتب. زعيم العصابة البيضاء اتفاجئ وخاف، بس لما شاف اللي جاي هو العمدة اللي دعاها، غضبه اشتعل فوق دماغه. لكن تتوقع انهم هيدخلوا في معركة؟ مش كده، لا. هو قال: انت عملت هنا فوضى، خلينا نوري الناس اني اقدر اعملها فوضى اكتر. طلع ان الزعيم برضه جاي يطالب بحقه، بس مايك كرجل له كلمة في كينغستاون ما هيسمح بسلوكاته السيئة. خد بالك مني، ما تتكلمش معايا بعصاية تاني. لما ودع زعيم العصابة البيضاء، مايك كان زعلان اكتر. لما شاف العصابات دي بتتكبر، عرف إن الوقت جه يعلمهم درس. من غير كلام كتير استدعى أخوه الشرطي وقالوا: يوري، الزعماء درس جامد. والصاحب ده كان زهقان من المجرمين دول، فراح السجن بسرعة. في الوقت ده أعضاء العصابة السود قاعدين جنب المرحاض بيتحققوا من المخدرات الجديدة. لكن حاجة غريبة حصلت فجأة، دي المرة التانية ومش هيبقى في تالتة. الاتنين اتلخبطوا وقالوا إنهم من العصابة السود، بس قبل ما يكملوا شرطة الرش بالفلفل وصلت هجمات مفاجئة خلتهم متصدمين. كانوا فاكرين إنهم في السجن مع العصابة يقدروا يتصرفوا بوقاحة، بس المرة دي كانوا الهدف. كل حاجة معاكم، أنا اللي جبتها دلوقتي، عايز أخدها كلها. أنت ما تعرفش كفاية. بس القصة ما وقفتش هنا. بعد ما ضربوا شوية زعماء، الشرطة حبستهم في العزل، بس ما كانوش متوقعين إن ده هيعمل سلسلة ردود فعل زي تأثير الفراشة، لأن 3 من زعماء العصابة السود كانوا في العزل، واللي بره ما بقاش ليهم قائد. العصابتين الكبار دخلوا يتخانقوا عشان السيطرة. الشرطة حاولت تسيطر بالرش بالفلفل، بس العقاب البسيط ده ما قدرش يوقف الفوضى الكبرى. الساحة كلها اتقلبت لحالة فوضى رهيبة. 2 من المجرمين البيض استغلوا الفوضى وطعنوا عضو من العصابة السود. وقتها ضابط أسود اتلقى أمر يقتل المجرم، فحاول يضرب واحد من المجرمين البيض. بس الغلط إن الرصاصة ما انضربتش الهدف، لكن قتلت عضو العصابة السود بالغلط. الموضوع كبر بجد. زعيم العصابة السود لما عرف اتخانق جامد وطلب من مايك يجي يوبخه: الوادين البيض دول لازم يتعاقبوا، وإلا هنتخانق في الشارع. واللي زاد غضبه إن لما رجاله اتهاجموا، الشرطة ما حمتهمش، بل كمان ضربتهم من ورا، وده كسر الاتفاق بين الجهتين. الثقة بينهم راحت في داهية. مايك حاول يهدي، بس العصابة السود مش هتسيب الموضوع كده. قول للوادين البيض الفقرة دول لما يطلعوا من العزل إحنا هنستعيد السيطرة ونحسبها حساب. أما زعيم العصابة البيضاء اللي بدأ الحرب فكان مبسوط رغم إن زعمائه في العزل. هو شايف إن هجومه علم الشرطة والعصابة السود درس ما يتنسيش. شوية شرطيين اتطعنوا في بيتهم، هم هيفهموا مين الزعيم الحقيقي. مايك عارف إن لو الوضع استمر معركة دموية جاية. ولما كان بيدور على حل لا يرضي الجهتين، أزمة جديدة هاجمت عليه بهدوء. في اليوم ده مايك لسه وصل المكتب، دخلت عليه بنت شقراء بعينين زرق وقالت إنها جات نيابة عن زعيم العصابة ميلو عشان موضوع فلوس مات أخوه مايك بسببها. هي جت عشان تكون وسيطة. هتعمل إيه؟ مايك ضحك لأنه عارف إن ميلو أكيد ناوي حاجة وحشة غير كده. موت أخوه جرح كبير في قلبه، مستحيل يصالح اللي قتل أخوه رغم إنه راجل محترم. ودعها بأدب: اطلعي من مكتبي. بس ميلو استهدفه، مش هيهدي لما البنت الشقراء رجعت وقالت إنها فشلت. الوغد ده خطط حاجة جديدة، يلا نخليه بطل وينقذ الجميلة، ينقذها من إيدينا.
المرة دي جت تمثل صاحبها كوسيط مصالحة. تتوقعوا إيش راح تسوي؟ مايك ضحك على طول لأنه عارف إن ميلو عندها نوايا مش كويسة، خاصة إن موت أخوها كان سبب في المشاكل. يا شباب، الألم العميق في قلبه ما يتركه يصفى مع اللي قتل أخوه رغم إنه رجل محترم. قال له اطلع من مكتبي. إيه، بس ميلو ما كان راضي بسهولة. البنت الشقراء جابت خبر الفشل، فالمجرم الصغير خطط خطة جديدة، نخليه بطل ينقذ الجميلة من وين؟ من عندنا. وبعدين مسك المطرقة الكبيرة وضرب بقوة. البنت الشقراء المكسورة رجعت عند مايك، واللي حصل فعلا لما شاف يدها المكسورة غضب مايك اشتعل. قال في نفسه لو ما أعطيت هالشرير درس راح يعتبرني صيد سهل ما وقف. نادى على أخوته الشرطة وطلب منهم يلبسوا شاراتهم، ودخلوا البار بثقة عالية. شاف المجرم الصغير مايك ما هدر وقت، قلب كرسيه فوق، بدأ يزعجه وقال كنت أتوقع نتيجة مختلفة. الأخوة واقفين حذرين يحرسوه. يا شباب، مايك علم هذا الشرير درس قاسي، وجهه صار خربان، وبعدها حذره لا يشتكي على الكابتن. بعدين بهدوء مسح سلاحه ومشى مع الشرطة بفخر. وصلوا البيت. البنت الشقراء حكيت مايك عن معاناتها السنين اللي فاتت. طلعت إنها انباعت لعصابة من عمر 15 سنة. الزعيم شافها حلوة واستخدمها رشوة لمسؤولين كبار تحت سيطرة زعيم العصابة ميلو. استقبلت أقل من 30 نائب، قاضي، ورئيس شرطة نيويورك خلال سنوات قليلة عشان يحررها من الوحل. مايك ساعدها تسجل في برنامج حماية الشهود، بس لما كانت تساعد المحققين تعرف المسؤولين اللي زاروها. فجأة مايك استلم مكالمة من ميلو في السجن. قال بده يقابله في الحديقة بعد ساعة. كنت متشوق أعرف كيف واحد في السجن يقدر يلتقي في حديقة مقابلة السجن. ما عارف شو مخططه، بس مايك راح على الموعد. بس ما كان يتوقع إنه هذا فخ نصبه. ميلو له بسرعة. بنت شعرها أسود جات قدام مايك. تصور مكالمته بالفيديو على الخط ميلو بالسجن. قال بده خدمة صغيرة وبعدها يعطي له البنت الشقراء. طبعا ما أعطى مايك فرصة يرفض، لأنه في حال رفض حياته ما بتكون بأمان. لكن مايك مش شخص يخلي غيره يلعب عليه. كان متأكد إنه ميلو ما راح يعرف مكان البنت الشقراء. قال لما تلاقيها بتكلمك. بس لما البنت السوداء جنبها ظهر عليها ندبة عند الخصر. مايك صار في حالة ذعر. حط جهاز تعقب عليها. لقيتها. سمعها مايك ركض بسرعة للدوام. ظن ميلو بيحاول يخطف البنت الشقراء وقت غيابه، بس المشهد اللي شافه خلاه في صدمة. اثنين من المحققين الفيدراليين موتهم مريع في مكتبهم، والبنت الشقراء اختفت من زمان. والأكثر رعبا على الحيط مكتوب بدم. فكر كويس وبعدين تعال لي. واضح انه ميلو مجبره يساعده، ما في حل ثاني. مايك لازم يروح للسجن بنفسه. واضح انها ذوقك يا ميلو يا حقير، طولك هنا خلى عقلك يروح. مايك دلوقتي بيتحرك كأنه في دوخة، نفسه يقتل ميلو فورا بس عشان ينقذ البنت الشقراء. اضطر يوافق معه. ايش تبغى انقل؟ ما يحتاج تنقل، بس الاقيها كفاية. ميلو قال بده يروح للضواحي يلاقي صندوق حديدي ويسلمه للمحقق الفيدرالي. طلب غريب جدا، بس مايك أخذ جهاز البحث وراح ما يوقفش للضواحي. يا شباب، ما كانش في باله إن دي فخ كبير مجهز من ميلو بسرعة البرق. مايك لقى صندوق حديد مدفون تحت الأرض بفضل جهاز كشف المعادن. بس لما اتصل بالمحققين عشان يحفروا الصندوق، كل اللي كانوا هناك حسوا ببرودة غريبة. مش صندوق حديد، ده باص مدرسة مدفون كله. والعجيب إن لما شرطي كسر الزجاج الأمامي، ريحة تعفن قوية ضربت في وشهم ثلاثة من الشرطة. الشجعان دخلوا الباص بالنور، واللي شافوه ما ينساوش أبدا الوادع. إنجوه الباص مدفون 27 جثة، ضحايا اختفاءات غامضة. الجريمة كانت وحشية لدرجة حتى المحقق الاتحادي اتخذوا مايك اللي كان أول واحد يلاقي الجثث ما قدرش يمسح العارضة. بصوا عليه دلوقتي كأنه ماشي وراه حد بيمشي، وأنا كمان شايف كده. بس يا شباب استنوا، ده بس البداية في خطة ميلو. وأثناء ما هو مشغول يدور على الصندوق الحديدي، البنت الشقراء في الناحية التانية اتسجنت في معقل عصابة البيض. ميلو ما كانش ناوي يسيبها عايزة ولا حاجة. اللي ما ينفتش المهمة بيواجه أقصى العقاب زعيم عصابة البيض. لما شاف البنت الشقراء اتجنن، ما قدرش يستنى وجاب رجاله ودخلوها جوا البيت. مش عارفين قد ايه فات. البنت فقدت وعيها تماما، لكن الزعيم القاسي ما كانش ناوي يسيبها. بعد شوية مكياج ودوها قدام عصابة السود، مع انها كانت مليانة كدمات. وجهها كان نظيف زي أول ما وصلت. زعيم عصابة السود فرح جدا ودفع $500 عشان يشتريها. بس وهم في أحلامهم بالرجوع للبيت، حصلت مشكلة الطريق اللي دايما يمشوا فيه كان بيتصلح، ومضطرين ياخدوا طريق تاني. الشارع اللي دخلوا فيه كان معقل أعدائهم، عصابة يو. ما ضاعتش الفرصة، وبدون كلام طاردوا العصابة دي وفتحوا نار مجنونة. عربيتهم اتدمرت كلها، والبنت الشقراء بس اللي نجت في اللحظة دي. مايك استقبل مكالمة من بوني. يا زعيم عصابة يو، تعال بسرعة يا صاحبي. ايه، معايا حاجتك. ازاي عرفت؟ بوني قالت كده، ومايك فهم بسرعة وركض على مكان عصابة يو.
لما شاف البنت الشقراء متعذبة كده غضبه وصل للسما وأخذها على طول. الرجل الشقراء دخل مع العصابة البيضاء بكل قوة، وبعد ما تأكد من حاجة مايك حط البندقية على دماغ الزعيم الأبيض وضغط على الزناد. بعدها بدأ ينظم الفوضى. اللي في معقل العصابة البيضاء استعملوا حركة باث بوكسيان يانغ الشهيرة وخلصوا المعركة بسرعة. بعدين ودا البنت الشقراء لغابة صغيرة وطلع جهاز تحديد المواقع من حزامه وأخذها لبيت خشبي صغير في وسط الجبال، وهناك تنفس الصعداء بس وهم مستمتعين بالهدوء. حصلت حاجة كبيرة في السجن. زعيم عصابة السود اطلع من الحبس الانفرادي، والانتقام بدأ. الحراس قطعوا كل العدو قدام باقي السجانين في الأكل. الواقعة دي خلت السجن كله يبقى في حالة تأهب قصوى. لكن لما التحقيق تعمق قائد الحراس اكتشف حاجة أخطر. السكين اللي استعمله المجرم الأسود ضد الحراس كان من ابتداع مجرم من العصابة البيضاء. إزاي العصابتين دول يتعاونوا؟ ده خلى السجانين يحذروا جدا، لأنه لما المجرمين يتعاونوا رغم اختلاف أصولهم المشاكل هتكون كبيرة جدا. عشان كده قائد الحراس قرر يفرض حالة الطوارئ على السجناء، بس ده كان مخالف لوعد مدير السجن. المدير قال مش هنفرض حالة طوارئ. مستحيل يا مدير، وعدتني ما تعاقبش الأبرياء مع المجرمين هنا، مفيش حد بريء، عشان كده هم في السجن. الجدال استمر بس المدير أصر. في النهاية المدير وافق يسلم المجرم الأسود اللي طعن الحارس للشرطة، لكن القرار ده كان بداية أزمة كبيرة. فريق الحراس جاب المجرم من الحبس الانفرادي وحطه على العربة عشان يسلمه للشرطة، بس لما وصلوا للباب حصلت مشكلة. الحراس في الاستقبال ضغطوا زر الإنذار، لكن الأمور خرجت عن السيطرة بسرعة. السجناء سيطروا عليهم. واحد رشش غاز فلفل في وش الحراس، والتاني ضرب شرطي بصاعق كهربائي. في وقت قصير باب الاستقبال أصبح تحت سيطرة المجرمين. حرروا زعيمهم ميلو ودخلوا مخزن السلاح وأخذوا أسلحة الحراس. بعض الحراس حاولوا يهربوا لكن صاروا هدف للرصاص. دي كانت ثورة مخططة من زمان. مع الأسلحة والمفاتيح في إيديهم المجرمين مشوا بحرية ووصلوا لباب غرفة التحكم. 2 من الشرطة حاولوا يستدعوا الدعم وصل متأخر، والمجرمين في الزنازين سمعوا صوت الرصاص وبدأوا يهاجموا الشرطة. مع عددهم الكبير المجرمين نفذوا كل غضبهم على الشرطة. بعض الشرطة طوقوا وتعرضوا لضرب وحشي وما قدروش يقاوموا. قوة الشرطة استعدت ترد بالقوة، بس والله خرافي، ما كانوش متوقعين إيش اللي جاي. يا شباب، اللي قدامهم هجوم عنيف جدا الحين. العصابة المسلحة دخلت غرفة التحكم الرئيسية، ومع المفتاح السحري اللي عندهم دخلوا بكل سهولة وبدأوا يقتلوا بشكل عشوائي. الوضع صار فوضى تماما. فريق الدعم وصل عند باب منطقة الشغب، وقبل ما يقدروا يتحركوا شرطي انضرب على طول. النار كانت قوية جدا فاضطروا ينسحبوا مؤقتا، بس والله ما توقعوا إنه وراهم كمان عصابة مسلحة تطاردهم. كم شرطي انحاصروا فورا وخسروا كتير، والناس اللي نجوا اتحاصروا من العصابة الغاضبة مش بس ضربوا السجناء بأسوة، بل كمان أخذوهم كرهائن. المجرمين سيطروا على السجن بالكامل، وكل مكان مشى فيه كان مليان جثث شرطة. حتى مخزن الأسلحة الأخير ما كان فيه غير شرطيين 2 قاوموا، بس ال2 ما قدروا يواجهوا العصابة اللي برا، وفي ثواني انضربوا كالخلية وكل الأسلحة في المخزن صارت في يد العصابة. بدون رحمة السجناء انتصروا وطلعوا يحتفلوا بحريتهم. بس فجأة واحد صغير من العصابة اتصاب ورمى على الأرض. لما رفع راسه شاف شرطي على الحائط لسه بيقاوم. العصابة المسلحة هاجمت عشان تقتله، بس ما كانوا متوقعين إنهم بيواجهوا واحد عنيد رغم مهارته. الرامي ما قدر يواجه العدد الكبير من المتمردين وبدأ يفقد الأمل في مكان ثاني. مايك كان قاعد يرتاح في البيت الخشبي وبيستعد يروح الشغل. فجأة جواله بدأ يرن برسائل إنذار. بعدين سمع خبر الشغب في السجن، وقف مذهول والأسوأ. أمه اتصلت تقول إن أخوه محبوس في خزانة. اتضح إن أخوه كشرطي راح مع رئيس الشرطة للسجن الصبح عشان يستجوبوا ميلو، ولسوء الحظ اتورط في الشغب الكبير، وكمان إشارة السجن انقطعت ومحدش عارف إذا هو عايش ولا لا. بعد ما طمن أمه مايك ركض بسرعة للسجن. الحين الشغب الأكبر في التاريخ جذب انتباه كل الناس. الصحفيين جايين بالهليكوبتر على طول، وأثناء البث المباشر فجأة طلع طلقة نار من الأرض. الوضع زاد سوء، وقوات الخاصة وشرطة الولاية دخلوا وقفلوا البوابة الرئيسية. مايك شاف الوضع وحكى بسرعة مع قائد القوات الخاصة وطلب منه يدور على الشرطيين المفقودين في السجن احتراما لرئيس البلدية. القائد أعطى أوامر بفتح الاتصال اتفتح، وبعد انتظار متوتر مايك قدر يتواصل مع أخوه كاي. عرفوا إنهم مختبئين في نفق تحت الأرض، والقائد قاد القوات على طول عشان ينقذهم. لكن المفاجأة إن السجناء كانوا بيدوروا على الناجين تحت الأرض بسرعة. لقوا الشرطيين مختبئين في زاوية. يا حرامي لازم تدفعوا حياتكم. لكن زعيم العصابة ما كان خايف خالص، على العكس هو كان ناوي يقتل الضابطين دول عشان يزيد الحماس في اللحظة.
الحاسمة. فريق العمليات الخاصة وصل في الوقت المناسب، استخدموا مهاراتهم في الرماية، قضوا على كل الزبالة، وبعدين أنقذوا الضابطين المحاصرين. بس الأزمة ما خلصتش عندهم، لأنه المحافظ بعث الجيش اللي قريب، أصدر إنذار أخير لقسم شرطة الولاية، لازم يستعيدوا السيطرة على السجن بسرعة. طلع فريق العمليات الخاصة من سجني عندي، محققين محاصرين جوا، هم بيحاولوا يهربوا، لازم يتحركوا بسرعة. أمني، طلع فريق العمليات الخاصة من سجني عندي، محققين محاصرين جوا، هم بيحاولوا يهربوا، لازم يتحركوا بسرعة. شاف الجيش بيحط سلالم على الحيطان العالية، معركة شاملة على الأبواب بدون تمييز. لكن دلوقتي الزبالة جوا السجن، لسه فرحانين بالانتقام، بيجروا 36 شرطي مسجونين للخارج عشان يستعرضوا فيهم، وقبل كل الشرطة اللي برا بيقتلوا الرهينة كأنها لعبة. ماي لما شاف المشهد ده زاد قلقه على سلامة أخوه جوا، عشان يهدي الوضع لبس سترة واقية من الرصاص، وقرر يدخل بنفسه يتفاوض مع السجناء. لو حصل أي غلط النتيجة كارثية، لازم يوريهم إنه جدي. هو شايل على كتفه مهمة حياة أو موت للجميع. دخل السجن لوحده، والحظ ساعده لما السجناء عرفوه إنه عمدة ماي الزعيم الأسود اللي كان قائد الشغب. شرح له السبب كله، الشرطيين دول هم أصل الشر، وهم الأشرار الحقيقيين، سرقوا حاجتنا ورجعوا لناها. الحثالة دول كل يوم الصبح بيخططوا طرق جديدة ليعذبونا، وبالليل كمان وكمان. جه الوقت إن العالم كله يعرف الحقيقة. اتضح إنه كان عارف من البداية إنه عمره ما هيخرج من السجن ده، عشان كده قرر من الأول إنه يموت هنا. والنهاردة هيستخدم حياته ليحاسب اللي ظلموه وخلوه يعيش دل. بعد ما قال الكلام ده مشى ناحية الشرطيين المحتجزين ماي، حاول يوقفه بسرعة بس كان فات الأوان. لما شاف الرهينة بيتقتل، الجيش اللي على الحيطان بدأ هجوم بدون رحمة، وتحولت المدينة لكأنها في جحيم الزبالة. ما كانش عندهم قوة يقاوموا، بس هربوا في كل اتجاه حتى ما يضطر يدور على مكان يختبئ فيه بسرعة تحت وابل الرصاص المجنون. كام واحد من الزبالة استسلموا بسرعة، جزء منهم حاول يرجع عنابر الحبس يختبئ، لكن ما كانش عارف إنه فريق العمليات الخاصة بينقذ أخو ماي. القوة النارية القوية خليتهم يشبهوا القنفذ في ثواني. بالتعاون بين الجيش وفريق العمليات، الزبالة جوا السجن اتدمرت تماما، واللي برا كانوا أسوأ قدام الجيش المدرب كويس. الزبالة كانت بتتلوى وتموت زي الذباب، ما فيش راس عندهم بعد معركة ضارية. الساحة مليانة جثث متناثرة، حتى اللي نجا منهم استسلم ورمى نفسه على الأرض. مش قادر يتحرك الجيش، استعاد السيطرة على السجن. قوات الجيش والفريق الخاص ضربوا ضربتين قاتلتين، الحثالة في السجن تكسرت، واللي برا أسوأ حال قدام جيش مدرب. الحثالة كانوا بس ذباب بيحاول يهرب، ما في رأس بعد قصف عنيف. ساحة التدريب مليانة جثث مرمية، حتى الناجين من الحثالة كانوا ساكتين ممددين، ما يجرؤوا يتحركوا. الجيش استرجع السيطرة على السجن. بس يا جماعة الحلوين، فوضى المدينة ما خلصت في ركن مهجور. زعيم العصابة ميلو الشرير لبس زي الحارس المجرم اللي سبب الشغب هرب سرا من السجن. القصة تنتهي هنا يا شباب. القيمة الحقيقية للفيلم في سمعته، وقيمة التلخيص في إحساسكم. شكرا لمتابعتكم. تتوقعوا إيش راح يصير في الفيلم؟ خلونا نشوف.